يا مساء الفل، ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. زي ما انتم شايفين كده الطبق بتاعنا خطير، كأنك جايبه الطبق ده من المطعم وجايه كده. النهارده هعمل معاكم الرز المبهر او الرز البسمتي بطريقه اقتصاديه وسهله وبسيطه، مفيش فيها اي اختراعات. الرز البسمتي بتاعنا العادي. وهعمل معاكم الفراخ بطريقه سهله وبسيطه من غير تتبيله كده، ولا نسيبها يوم في التلاجة، نعملها قبلها بيوم ولا قبلها بساعتين. حاجة كده في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين معايا وركين كده مقطعاهم، ومعايا الأجنحة والرقبة، يعني نص فرخة كده معايا. تقدري تعملي صدور اي حاجة انت حباها. انا يعني كنت هعمل اوراق وكده. اول حاجة جبت الطاسة اللي هعمل فيها الفراخ بتاعتي ومعلقة زيت زيتون. ممكن تستخدمي سمنة او زيت عادي اللي انت حباه، بس انا هنا استخدمت زيت زيتون. حطيت معلقتين كبار كده من زيت الزيتون لحد ما يسخنوا كده. في الوقت ده انا كنت جبت بصل وقطعته جوليان كده. ممكن تقطعيه قطع كبيرة عادي اللي انت حباه. يعني على حسب ما تحبي. ممكن تفرمي في الكبة بس مش قوي، بس انا قطعته جوليان كده زي ما انتم شايفين، حوالي بصلتين كده صغيرين، مش كبار قوي، على حسب كمية الفراخ اللي انت عاملاها. وهيسخنوا كده مع بعض في الزيت كده لحد ما البصلة بتاعتي لونها يصفر كده. يعني انا مش عايزاها تغمق، أو انا عايزاها تكون يعني صفرة حاجة بسيطة، وفي نفس الوقت تكون استوت. زي ما انتم شايفين كده البصلة كده لونها بدأ يتغير. انا بقلب فيها بس عشان ما تتحرقش مني، وما يعني واكون مهديه النار بتاعتي. في الوقت ده انا مقطعه فلفل اخضر او فلفل حامي اللي انت حباه. انا هنا استخدمت في الوصفه دي فلفل بارد، قطعته وفرمته صغير جدا بالسكينه. وجبت حوالي 6 فصوص توم كده وفرمتهم بالسكينة برضو. فصوص توم هما من 2 ل3، بس انا بحب اكتر التوم في الفراخ فكترت. فتحطي الكمية اللي انت حباها واخليهم كده على النار لحد ما ريحة التوم تطلع. انا مش عايزة التوم بتاعه ياخد لون، انا عايزاه ريحته تطلع بس. اول ما ريحته تطلع كده هنتنقل على المرحلة التانية. زي ما انتم شايفين كده انا بقلب فيه من فوق لتحت عشان ما يتحرقش مني. زي ما انتم شايفين كده هي دي النتيجة اللي انا محتاجاها. في الوقت ده هجيب الفراخ بتاعتي اللي انا غسلاها ونقعاها ومصفياها جدا من من اي ميه زايده فيها. زي ما انتم شايفين الفراخ بتاعتي، الوركين والجناحين بتوعي. هحط الورك كده وجنبه الدبوس بتاعه. حاجه كده لذيذه، تقدري تستخدمي الحاجه اللي انت عايزاها. تقدري تعملي الوصفة دي في الأجنحة أو في الدبابيس أو الوراك بس أو الصدور. تقدري تعملي الوصفة دي في أي حاجة انت حباها. أنا هسيبهم كده لحد ما الفراخ بتاعتي تاخد الصدمة من البصل والفلفل والثوم، أو بمعنى أصح تاخد لون كده. وهقلبها من فوق لتحت زي ما انتم شايفين كده لمدة دقيقتين اتنين. أنا لحد دلوقتي محطتش توابل، حطيتش غير البصل بتاعي والفلفل الأخضر والتومة بتاعتي بس. أكتر من كده انا ما حطيتش توابل ولا اي حاجة. اول ما تاخد لون كده من فوق ومن تحت هشيلها على طول، عشان انا عايزة اسبك الطماطم بتاعتي. مش عايزة اسبك الفراخ في الطماطم، عايزة الطماطم بتاعتي تسبك لوحدها كده وبعدين احط الفراخ فيه. في الوقت ده انا بشيل الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، بشيلها كلها من الطاسة بتاعتي او القالب بتاعي. يعني فراخ في حلة واحدة او في طاسة واحدة، مفيش اسهل من كده. حاجة كده في منتهى اللذاذة والجمال، مش بتاخد منك وقت خالص. لا تستني بقى تتبيلة تقعد ساعتين قبلها بيوم، ولا تتعبي نفسك خالص، وهتديكي طعم لذيذ جدا. انا هنا مقطعة حوالي 3 طماطمات كده كبار، مقطعاهم قطع وتكون طماطم طرية عشان تسبك معايا على طول. طبعا عايزة تضربها في الخلاط تبشريها اللي انت حباه، بس انا هنا قطعتها استسهلت يعني. بقولك يعني مفيش اسهل من طريقة الفراخ دي. وهنا حطيت معلقتين خل عشان الطماطم بتاعتي بالبصل بالثوم كده تبقى ريحتها حلوة، او ريحة التسبيكة بتاعتي تبقى حلوة. وبعدين طبعا التوابل بتاعتي توابل فراخ والتوابل 7 بهارات ومرق الدجاج وكمون وفلفل اسود وبابريكا وكاري. يعني ايه التوابل اللي انت حابة تحطيها تحطيها.
زي ما انتم شايفين كده الطماطم بدأت تنزل ميتها كده، زي ما انتم شايفين هسيبها بقى تتسبك لمدة 5 ل6 دقايق كده، وبعدين هرجع لها تاني هلاقي الطماطم وكل حاجة اتسبكت زي ما انتم شايفين كده. هجيب طبعا علبة زبادي، وعلبة الزبادي هنا هي الأساس في الوصفة بتاعتي، يعني ما نقدرش نستغنى عنها. حاجة كده في منتهى الجمال، هتخلي الفراخ بتاعتي طرية ودايبة جدا جدا. الزبادي مع عصرة الليمون بتودي الفراخ في حتة تانية، يعني حاجة كده في منتهى الجمال. حاجة كده سهلة ومش صعبة خالص والله العظيم. طريقة الفراخ دي أو تتبيلة الفراخ دي بتودي طعم الفراخ في حتة تانية خالص، بتبقى دايبة وطرية وحاجة جميلة كده، وبتكون شاربة من طعم التتبيلة بقى. مش هنقول بقى عشان ما سيبناش ساعتين أو يوم أو ليلة كاملة، لا بتبقى شاربة حرفيا، بتبقى جميلة. حطيت هنا معلقة صويا صوص، ودي ممكن تستغني عنها، ومعلقة دبس رمان وممكن تستغني عنها، دي مش أساسي برضو في الوصفة بتاعتي، بس انا عايزه اطعم الفراخ بتاعتي. ومعلقه كاتشب برضو مش اساسي، حابه تحطيها حطيها، مش حابه تحطيها براحتك، بس انا هنا بحط الحاجه دي عشان تعليلي من التست بتاع الفراخ بتاعي. ومعلقه صلصه، هنا صلصه مسبكاها، صلصه جاهزه اللي انت حباه، يعني دبس الرمان والصويا صوص والصلصه والكاتشب لو مش متوفرين ما تحطوهمش. انا بعلي بس من الفراخ بتاعتي من الطعم بتاعها عشان تديني طعم احلى. هنا جبت بقى الفراخ بتاعتي وحطيتها تاني كده زي ما انتم شايفين، هخليها تشرب من الصوص لمدة 10 دقايق، وفي نفس الوقت هكون مجهزة كاتل كده في مية مغلية هنزل بيها كده على الفراخ بتاعتي. اهم حاجة نخلي الفراخ بتاعتي تشرب من الصوص كده الاول، وبعدين ازودها على المية، وبعدين ازودها بالمية بتاعتي. والفراخ طبعا ممكن تسويها على البوتاجاز وتغطيها زي ما انت شايفاه. هزود هنا كوبايتين ميه زي ما انتم شايفين كده، حوالي كوبايتين كده من الميه. كده كده اللي وراك طبعا مش بتاخد سوا كتير، فهم الكوبايتين الميه دول مناسبين جدا للفراخ بتاعتها. هسيبها كده تغلي معايا على النار، وبعدين هشيلها واحطها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة لساعة الا ربع، مش تاخد مني اكتر من كده. طبعا عايزين نجهز حاجة جنبه كده، وهنجهز طبعا ملقتش افضل من الرز البسمتي اللي هجهزه جنبه. جبت كده حلة على النار وهحط فيها معلقتين زيت زيتون، ممكن معلقة زبدة، ممكن معلقة سمنة، زيت من العادي اللي انت حباه، بس انا هنا بستخدم زيت زيتون. هنا حطيت كده معلقتين زيت زيتون كده يسخنوا، وانا مش بحط البصلة الاول، انا بنزل التوابل بتاعتي اشوحها كده مع معلقة زيت الزيتون واخلي ريحتها تطلع، وبعدين احط البصلة بتاعتي. ممكن تحط البصلة الاول عادي، بس انا بحب احط التوابل بتاعتي الاول. هنا توابل كبسة، 7 بهارات، توابل فراخ، كركم، كاري، بابريكا، كمون، فلفل اسود، مرق الدجاج، كل التوابل اللي انت بتحبيها حطيها. لو متوفر، ما كانش متوفر عندي قرفة خشب حطيت قرفة بودر. لو عندك لوري، حبهان، قرنفل، اللي انت حباه. بس انا ما حبيتش بقى ان الرز بتاعي يكون فيه كده توابل واقعد اشيلها، لا، فانا حطيت التوابل البودر كلها بتاعتي وسبتها كده على النار ريحتها تطلع لحد ما ريحتها طلعت كده. وبعدين جبت بصلايه صغيره وقطعتها قطع صغيره زي ما انتم شايفين كده عشان ما تبقاش باينه معايا في الرز، انا مش عايزه يبقى ليها اي اثر، فبقطعها قطع صغيره زي ما انتم شايفين. ممكن تفرميها وممكن تستغنى عن البصله، بس البصلايه بتدي طعم كده للفراخ، هي ما بتكونش واضحه قوي بس بتدي طعم كده للرز، بتوديه في حته تانية. الرز المبهر او الرز البسمتي ده يعني من محب الجميع، طعمه جميل جدا، عاملينه بطريقه اقتصاديه، طريقه عاديه خالص، مفيش فيها اي حاجه، يعني مش مصعباها عليكم، له كام طريقة كده طبعا، بس انا مش مصعباها عليكم. وجبت كده نص كيلو من الرز البسمتي، حوالي كوبايتين ونص ل3 كوبايات. ده الرز الهندي اللي هو حبايته رفيعة، في انواع تانية اللي هو حبايته تخينة وكده، اما ده الرز الهندي اللي هو الحباية بتاعته رفيعة. غسلته، ما نقعتهوش في المية، غسلته على طول كده وعلى طول على الحلة كده زي ما انتم شايفين، ولا نقعته ولا الكلام ده. انا يا دوب غسلته شطفه كده بسيطه وحطيته على طول في الحله وشوحته كده تشويحتين، ومشغله الكاتل كده في ميه بتغلي عشان يخلي الرز بتاعي مفلفل كده ومستوي وحاجه جميله. طبعا ممكن تحط في الوقت ده معلقه صلصه، معلقه كاتشب، اللي انتي حباه.
انا هنا كده نزلت بالميه بتاعتي. طبعا الرز البسمتي بيشرب ميه كتير عن الرز المصري العادي، يعني لو حاطه كوبايتين رز هيبقى عليهم 4 كوبايات ميه كده. الرز البسمتي بتاعي بياخد ميه كتير في الوقت ده. اول ما نزلت بالميه حطيت معلقه صلصه كده حلوه، يعني تديلي الحمار بتاع الرز البسمتي، يبقى لا محمر قوي ولا مصفر قوي، حاجه كده في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين انا بقلب الرز بتاعي وايدي فيه على طول، طبعا هو مش هياخد وقت خالص. طبعا ال3 كوبايات رز حطيت عليهم 3 كوبايات ميه، ويعني المقدار مظبوط بالظبط. وطبعا دلوقتي انا جايبه زبيب حطيته عليه، الزبيب ده مش مسكر، فلو الزبيب بتاعك مسكر ممكن تنقعيه قبلها بيوم في ميه عشان يفقد كل السكر بتاعه وبعدين تحطيه، عشان ما يخليش الزبيب بتاع الرز بتاعك مسكر. اما الزبيب ده بتاعي ما كانش مسكر فحطيته على الرز بتاعي، حاجه كده في منتهى الجمال اول ما بيقرب على السوا. والبخار طبعا بينزل يعني او بيسوي الزبيب مع الرز، وخلاص كده الرز استوى وكل حاجة بقت تمام. كده طلعت الفراخ بتاعتي من الفرن بعد نص ساعة. زي ما انتم شايفين الصوص بتاعي تقل واحمرت، ما شغلتش الشواية، هي كده منها فيها احمرت كده من الصوص بتاعي، حاجة كده في منتهى اللذاذة. الفراخ بتاعتي دايبة خالص والرز بتاعي مفلفل وجميل زي ما انتم شايفين كده، حاجة كده في منتهى الجمال. أكلة خفيفة وسريعة وما بتاخدش مننا أي وقت خالص، نقدر نحضرها بكل سهولة، مفيش فيها حاجة صعبة. قلتلك على الحاجات اللي تقدري توفريها في الفراخ والحاجات اللي ما تقدريش توفريها. تتبيلة سهلة خالص ولذيذة مفيش فيها أي صعوبة، نقدر نحضرها بكل سهولة. شوية الزبيب اللي احنا حطيناه مع الرز البسمتي بتاعي ده وده طعم الرز في حتة تانية، والفراخ بالزبادي بالليمون كده بالصوص بتاع، حاجة كده بالعيش كده بالصوص ده تكليب العيش، حاجة كده في منتهى اللذاذة والجمال. وشوية الرز بتاعي حلوين جدا ما خدوش مننا اي وقت خالص، تقدري تحضريه بكل سهولة ما فيش فيها اي صعوبة خالص. الفراخ بتاعتي دايبة، ناخد شوية رز كده مع حتة فرخة كده، حاجة كده في منتهى الجمال. هوريكي الفراخ بتاعتي دايبة خالص، يعني حرفيا دايبة كده من الزبادي والتتبيلة بتاعتي سخنة خالص، ما اناش عارفة امسكها. زي ما انتم شايفين حاجة كده في منتهى الجمال، والرز بتاعي مفلفل وبيلمع رغم ان احنا ما حطيناهوش مواد دهنية كتير، بس حلو. زي ما انتم شايفين الطبق بتاعنا احلى تقديمة. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، ما تنسوش اشتراككم في القناة واعجابكم بالفيديو.